السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده اكله سهله وبسيطه، واولادنا بيشتروها من بره كميه قليله جدا والسعر غالي فوق ما تتخيلي. هتعملها في البيت بكل سهوله. هنعمل فراخ مقرمشه كريسبي تشيكن ستريبس كنتاكي. فراخ مقرمشه من بره ومن جوه جوسي وطريه، طريه جدا ومستويه مظبوط. وهنعمل معاه رز المطاعم، الرز الريزو. هتعمليه بطريقه سهله وان شاء الله تعمليه بالطريقه دي وهتعتمدها باذن الله. ونبدا بسم الله. عندي هنا كيلو صدور فراخ مخليه من العظم، غسلناها كويس جدا. بننقعه في ميه وملح وخل وليمون ربع ساعه بس، ما بنزودش عن كده، عشان بس نشيل اي ريحه زفاره منها. هنصفيها من اي ميه ونشيل اي دهون موجوده فيها زي كده. ونبدا نقطعها شرايح بالطول، حجمها متوسط، بتكون لا رفيعه ولا سميكه، لان لو رفيعه هتنشف منك في التسويه، ولو سميكه هتتاخر معاكي في السوا، فبيكون الحجم الوسط هو الحجم المناسب لينا. وهنبدا نقطع الكميه بتاعتنا كلها، وبعد ما نخلصها هنبدا نعمل التتبيله. في بوله هنزل بكوبايتين لبن رايب، لو مش عندك رايب بتجيبي كوبايتين حليب عادي وعليهم عصرة نص ليمونه، وبتسيبهم على جنب 10 دقايق بيتحول لرايب معاكي. وهضيف عليهم كوبايه دقيق، عليهم معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره ثوم بودر، معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره حبهان ناعم، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات فراخ، مكعب مرق دجاج بيدي طعم حلو للتتبيله بتاعتنا. لو مش محتاجاه ده اختياري، ممكن تستغني عنه. لو عايزاها سبايسي بتضيفي معلقه كبيره شطه بودر او ربع كوبايه هوت صوص، ده اللي بيفرق طعم الحار من البارد. بنقلب التتبيله بتاعتنا دي كويس جدا لحد ما المكونات كلها تندمج ببعضها، بتبقى بنفس القوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بالفراخ اللي قطعناها جوه التتبيله ونقلب لحد ما تتشرب من التتبيله كويس. التتبيله لازم بتكون مغطيه الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هنغطيها بستريتش راب وندخلها التلاجة اقل حاجه 3 ساعات، والافضل نعملها من بالليل ونسيبها في التتبيله عشان تتشرب التتبيله كويس جدا براحتها. وكل ما بتقعد في التتبيله اكتر بتبقى النتيجه افضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله. وبعد ما خلصنا الفراخ بتاعتنا هنغطيها بالستريتش راب وندخلها التلاجة، وهنبدا نعمل مع بعض الرز الريزو، رز المطاعم، بطريقه سهله وان شاء الله يعجبكم. في حله على نار عاليه هضيف معلقتين كبار زيت، عليهم مكعب زبده. الزيت بيخلي الرز مفلفل والزبده بتعطي نكهه حلوه. هنسخنهم وهضيف عليهم بصله مقطعه مكعبات صغيره وعليها 3 فصوص ثوم مفرومين ناعم. هضيف عليهم 3 مكعبات مرق دجاج بتعطي طعم حلو للرز، بيبقى زي الجاهز بالظبط. لو حابه تستغني عنها مفيش مشكله، بس الافضل تضيفيها. معلقه صغيره ثوم بودر، معلقه صغيره بصل بودر، نص معلقه صغيره فلفل اسود. هنقلب المكونات دي كويس جدا وعليهم معلقه صغيره كاري. هنقلب لحد ما ندبلهم، بندبل البصله والثوم، احنا هنا مش عايزينهم ياخدوا لون، يدوب بس بندبلهم. هضيف عليهم 3 معالق كبار كاتشب، معلقه صويا صوص، لو فاتح بتحطي معلقه كبيره، لو غامق بنحط معلقه صغيره. معلقه كبيره صوص الباربيكيو، وعليهم معلقه كبيره عسل اسود، لو عايزاه سبايسي بتضيفي معلقه صغيره شطه او صلصه حاره. هنقلب كل المكونات دي ببعضها كويس جدا، وهنزل عليهم بكوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي كويس مش منقوع. هنقلب لحد ما تندمج المكونات دي، وبعدين هضيف عليها معلقه كبيره كركم. هنقلبهم وهضيف عليهم رشه ملح صغيره. وبنقلب الرز ده شويه عشان الرز يبقى مفلفل معاكي. ونخلي بالنا المرقه بيبقى فيها ملح والصويا صوص بيبقى فيه ملح، فما تزوديش الملح بتاعك. وبندوقه لو محتاج بتزوديه. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين ميه مغليه، كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه مغليه. بنغطيه ونسيبه على نار متوسطه يتشرب الميه، وبعد كده بنهدي النار عليه يستوي براحته. واول ما يتشرب الميه بتاعته بنقلبه كل شويه عشان ما يتحرقش مننا، عشان الصوصات ممكن تلسع الرز من تحت، فاحنا بنقلبه كل شويه. بنغطيه ونسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي فوق الرز والفراخ. في كسرولة على النار فيها نص كوبايه ميه، هنزل عليها بنص كوبايه كاتشب، وعليها معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره صوص الباربيكيو، معلقه كبيره عسل اسود، ومعلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، رشه ملح، معلقه كبيره خل. هنقلب المكونات دي لحد ما تختلط ببعضها ويبقى القوام زي ده. ونفس الحكايه لو عايزاه سبايسي بتضيفي شطه او هوت صوص. وده الصوص بتاعنا. بعد ما جهزناه هنسيبه على جنب يبرد، وهنطلع الفرخ بتاعتنا من التلاجة ونبدأ نشتغل فيها. هنعمل الكفر النهائي للستريبس في وعاء عميق فيه نص كيلو دقيق، عليه كل التوابل اللي حطيناها في التتبيله اللي قبل كده. معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره توم بودر، معلقه صغيره بهارات فراخ، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بابريكا، مكعب مرق الدجاج، نص معلقه صغيره ملح. بنقلب المكونات دي وهضيف عليهم زياده معلقتين كبار نشا. النشا بيخلي الكفر بتاع الفراخ مقرمش، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر. بنقلب المكونات دي لحد ما تختلط ببعضها. وجنبي هنا بوله تانية فيها ميه بارده متلجه.
بنخرج الفراخ من التتبيله لخليط التغطيه اللي هو الدقيق، ونقلب من تحت لفوق باطراف ايدينا زي كده حوالي 10 تقليبات، وبعدين بننزل بيها في الميه البارده ونرجع بيها في الدقيق تاني. بنقلب كتير، كل ما بنقلب كتير كل ما بيعطي شكل احلى وتعريجات بتخليها مقرمشه، وبتبقى بالشكل ده. بنفضها من الدقيق، ولو الدقيق عمل كلاكيع منك لازم تنخليها عشان مش هيمسك على الفراخ. وبنكون في الوقت ده مجهزين طاسه في على النار فيها زيت غزير، مسخنينه على نار عاليه. بننزل بقطع الاستريبس وبنهدي النار للوسط. لازم الزيت يكون سخن، لو بارد هتشرب زيت منك، ولو سخنه قوي هتاخد لون من بره وتبقى طريه من جوه. بنسيبها تستوي براحتها، ما بنقلبهاش خالص الا بعد ما تاخد لون، واول ما تاخد لون بنبدا نقلبها. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واول ما الاستريبس بتاعنا هيستوي وياخد لون زي كده ما بنطلعوش من الزيت على مناديل، لان بتخليها طريه وتشرب زيت. احنا بنطلعه على شبكه او مصفى عشان يبقى فيها تهويه بتبرد قطع الاستريبس وبتبقى مقرمشه معاكي. وبنسيب مسافه بين كل واحده والتانية زي كده عشان يبقى مقرمش. بنخلص كميه الاستريبس بتاعنا كلها بنفس الطريقه دي، وما تزوديش كميه كبيره في الطاسه وانتي بتقليها عشان تتغلف براحتها وتاخد لون وتستوي كويس. ما بياخدش وقت خالص مننا. وكده الاستريبس بتاعنا بقى جاهز، شايفين ما شاء الله، محتفظ بالقرمشه بتاعته. بنقدمه مع الرز، وممكن تعمليها سندوتشات. ما شاء الله الكيلو عمل كميه حلوه قوي، والرز كمان زي الجاهز بالظبط. وبنقطع قطع كريسبي على الرز وعلى الوش شويه من الصوص. وده شكل قطع الاستريبس بتاعتنا من جوه، ما شاء الله مقرمشه من بره وطريه ومستويه من جوه. هتعملها في البيت احسن من المطاعم، واستحاله تشتريها من بره تاني بنفس الاسعار الغاليه دي. عملناها في البيت بنفس الريحه والطعم والقرمشه المظبوطه والتتبيله المظبوطه بكل اسرار المطاعم. وتعالى اقولك، لو حابه تخزنيها في الفريزر بتغلفيها بالكفر النهائي، بتحطها في اطباق فويل او علب، وبتحطي فاصل كيس بلاستيك بين كل طبقه والتانية. بتشيلها في الفريزر زي ما هي كده بنفس الشكل ده متبله جاهزه. بتبقى جاهزه على القلي، بتخرجيها تفك وتقليها على طول وبألف هنا. عملنا الاستريبس في البيت مقرمش ومش شارب زيت نهائي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.